اهلا بيكم. النهارده استاذه فاضله كلمتني بتقولي ده انا نفسي جدا اتعلم الريكي، بس خايفه من اللي بنسمعه في النت عن فتح العين الثالثه. فده اللي خلاني فكرت اطلع الفيديو ده عشان اقول لكم احنا اصلا بنتعلم ريكي او بنتعلم طاقه عشان نعرف نفرق بين الصح والغلط، عشان لما نشوف اي فيديوهات على النت تقول لنا اوعى فتح العين الثالثه او تعالى نفتح العين الثالثه، نبقى عارفين ايه الصح وايه اللي المفروض يتعمل. فتعالوا نتكلم في الفيديو ده شويه عن فتح العين الثالثه، ايه اللي بيحصل فيها. يفترض ان انا عندي جهاز طاقي، جسمي كده بيتكون من طاقه، الطاقه دي ليها مداخل. كلنا عارفين او سامعين شويه عن السبع شاكرات، او هي السبع مداخل الاساسيه للطاقه. منهم شاكرا مكانها هنا في منتصف الجبهه اسمها شاكرا العين الثالثه. بنسمع عن فيديوهات بقى فتح العين الثالثه، نفتح العين الثالثه عشان يبقى عندنا قدرات خارقه. هي العين الثالثه مقفوله؟ بالتاكيد لا. يفترض ان انا لو عندي 7 شاكرات، فالسبع شاكرات يفترض ان هم شغالين. ممكن تكون في اوقات ضعيفه، ده يخلي مثلا حدسي مش قوي، او ممكن يكون حدسي قوي بس انا ما بصدقوش. فايه اللي يضمني اصلا ان انا عندي خلل؟ فالخلل ده لما هعمل التمارين هيحله. تمارين فتح العين الثالثه اللي بنشوفها عباره عن ايه؟ عباره عن تمارين بتزود طاقه العين الثالثه. طب لو طاقه العين الثالثه اوريدي دي متزنه او هي بالفعل زايده، لو عملت التمارين دي هتعملي خلل كبير قوي. فتخيلوا مثلا ان حاجه المفروض يبقى حجمها كده، انا هعمل لها تمارين تخليها قد كده، فده هيعمل لي خلل كبير جدا. طب خلل العين الثالثه او الحاجات اللي ممكن تحصل لو العين الثالثه بقت نشيطه زياده عن اللزوم، او انا عملت لها تمارين وخليتها مش متزنه، ايه اللي ممكن يحصل؟ في الحاله دي ممكن يحصل لي حاجات زي الهلاوس، ودي دي ابسط حاجه ممكن تحصل. زي كوابيس رهيبه، ففي ناس بتبقى بتتخيل بقى انها حصل لها حاجات غريبه. نسيان شديد، فقدان تركيز بشكل كبير، يعني البعض ممكن كمان ما يقدرش يذاكر، ما يقدرش يركز، ما يقدرش يفتكر حاجه. كل ده بسبب تمارين خاطئه، بدون وعي، بدون معرفه البعض عملها. العين الثالثه علشان تبقى قويه، عشان عايز يبقى حدسي قوي، لازم تكون متزنه. يعني هي في الاساس كانت ضعيفه، فانا هعمل تمارين تتزن. طب انا ما عنديش العلم ده، يعني انا ما اعرفش هي امتى متزنه وامتى ضعيفه وامتى بقت زياده عن اللزوم، يبقى ما اعملش تمرين انا مش فاهمه. وعشان كده بنتعلم في ايه في الريكي. طب ايه الريكي هيساعدني في ايه؟ هيساعدني اعرف ايه المتزن بتاع العين الثالثه، هيساعدني اعرف امتى هي هتكون متزنه وامتى لا. ولو متزنه هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه، هسيبها في حالها. طب هل انا اللي عايز يبقى عنده قدرات خارقه، اللي عايز يعمل تمارين بقى وتبقى عنده حاجات، هل العين الثالثه بس اللي المفروض تكون قويه او متزنه؟ بالتاكيد لا. يعني علشان يكون عندي اي قدره لازم تكون كل شاكراتي متزنه، مش شاكره واحده. فارجوكم بلاش نعمل اي تمارين من النت، اي تمارين، يعني اي تمارين لاي شاكره، ما نعملش اي تمارين من على النت ونتعلم، يا ريت يكون احسن.